يا صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعض تشيز كيك بالمانجا للناس اللي بتحب طعم المانجا كده مع الكريمة والبسكوت، بخطوات بسيطة وبطريقة سهلة وهتنجح معاكي من أول مرة. يلا بينا نروح على الطريقة. هسيبلكوا المقادير على الشاشة، تقدري تعمليها سكرين شوت وتحفظيها في موبايلك. أول حاجة معايا 150 جرام من البسكوت، أي نوع بسكوت بتفضليه، ويفضل يكون دسم شوية. هحطه في المطحنة بتاعتي وافرمه بالشكل ده لحد ما تلاقوه بقى ناعم خالص، وبقى شكله كده خلاص ما عادش فيه اي قطع. وهضيف عليه معلقتين كبار من الزبدة، وتكون بدرجة حرارة الغرفة علشان لما نفرمها كده تبقى تمسك في البسكوت بسرعة وتبقى ناعمة بالشكل ده. هتحضري بعد كده صينية التشيز كيك، ولو مش متوفرة تقدري تستخدمي طبق بايركس ازاز شفاف. وهتضغطي البسكوت بالشكل ده، وبعد كده هتدخليه التلاجة ونبدأ نحضر الكريمة. هنضيف نص كوباية من الكريم شانتيه، واتنين معلقة كبيرة من الكريم باستري، ومعلقتين كبار حليب بودر، ومعلقة كبيرة سكر بودر مطحون. وبعد كده هنضيف كوباية إلا ربع من الحليب المتلج، ولو مش موجود تبقى مية متلجة. وما ننساش معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، أو ممكن ظرف فانيليا لو مش متوفر السائلة. هضربهم بعد كده في العجان، وممكن بالمضرب الكهرباء. بعد كده الإضافة دي حلوة قوي، مكعبين شوكولاتة بيضة سيحتهم في الميكرويف، وهضيفهم للكريمة اللي أنا عملتها. طبعا الكريمة مجرد ما عملت كده شكل المنقار كده خلاص عرفت ان هي بقت تمام. ضفت عليها الشوكولاتة البيضة، ودي هتديها قوام حلو قوي في التماسك لما تبرد، وكمان بتدي طعم كده غني وجميل قوي. طلعت الصينية بقى من التلاجة، كانت الطبقة تماسكت تماما. وممكن قبل ما توقفي الضرب تضيفي معلقتين جبنة كريمي، بس انا استغنيت عنها. بعد كده في كده منجاية كنت مقطعاها مكعبات، ضفت نص الكمية للكريمة وقلبتها كويس بالشكل ده. ده بقى بيديها طعم خطير. وفردتها على البسكوت بالشكل ده، وتساوي كده كل الجوانب، وتوصلي الكريمة لكل الحواف في الصينية، وتدخليها التلاجة نص ساعة بالظبط، هتلاقيها جمدت ان شاء الله. بعد كده معايا كوباية من المانجا البيوريه الصافي، ما تضيفلهاش اي حاجة تماما. انا ضربتها بالهاند بلندر، وممكن بالخلاط بدون اي اضافات. وضفت عليهم 3 معالق كبار من المية المغلية، وتقلبيهم كويس. وبعد كده تضيفيها على خليط المانجا. يفضل تصفيها الأول عشان لو فيها أي تكتلات ما تنزلش معانا في المانجا. بعد كده هصبها على خليط الكريمة بعد طبعا ما جمد من التلاجة، وهسويه كده بالمعلقة. وهبدأ أزوق فيها. طبعا الزواق ده حاجة اختيارية، متروك ليكي براحتك خالص. جبت بقية الشوكولاتة البيضة اللي كنت مسيحاها، وعملت كده بيها خطوط. بس كده، وفتحت الصينية وشلت ورق الفاكيوم كده من الجنب، وسويت بالسكينة الطروف، وقطعتها مربعات بكل سهولة. أتمنى ان الفيديو عجبكم، ما تنسوش تدعموني باللايك والشير. كان معاكم ندى جمال.